انت بقى ضعف الذاكره. أيوة يا دكتور، وأنا بصراحة مبسوط جدًا ليك، لأن أنت بتعمل كل حاجة غلط زي كل الناس، ومبسوط ليه يعني؟ عشان أنت بتعمل كل حاجة تخلّيني أقوى. السهر والسبب في ده هو الموبايل قبل النوم، والتوتر، وإنك ما عُدتش مهتم بالدايت وبقيت تاكل أي حاجة. ايوه، طب وايه اللي بيحصل بقى؟ بسرق تركيزك، يعني تنسى انت داخل الأوضة ليه، تنسى أسماء ناس قريبة منك، وأهم حاجة تنسى مستقبلك واحدة واحدة. طب هل انا كده داخل على مرض خطير؟ لو كملت كده أنا ممكن أخليك توصل لحاجات زي الألزهايمر بدري وانت في عز شبابك. لا استنى، كفايه لحد كده، انا عايز اعرف نخلص منك ازاي. لو عملت الحاجات دي أنا همشي، تنام من 7 ل8 ساعات يوميا، وبلاش موبايل قبل النوم بساعة. أكيد مش صعب عليك يا دكتور. طب كويس، الحاجات دي سهله ونقدر نعملها. ومش هوصيك تاكل أكل فيه أوميجا 3 زي السمك والمكسرات، أو تاخده في صورة مكمل، وتتمرن تمرين رياضي 3 مرات في الأسبوع. وما تنساش أهم حاجة، تدربني على القراءة والحفظ وألعاب تركيز. وأخيرا بقى تقلل التوتر على قد ما تقدر. وزي ما سمعتوا، الذاكره بتاعتك مش بتهرب منك، لا انت اللي بتضيعها بايديك. احفظوا بقى الفيديو علشان هتنسوا الخطوات اللي قلتلكوا عليها، وما تنسوش تعملوا فولو للدكتور. واكتبوا لنا تحت في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه الفتره الجايه.